أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيتك بإيدك. موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الموقع وتأثيره على العقار. لما الواحد بيقرر إنه يشتري شقة فده بيكون من القرارات المهمة في حياته، فلازم نحدد الأول قبل ما نختار إحنا محتاجين الشقة أو الفيلا أو التاون هاوس أو غيرها من العقارات، محتاجينها ليه؟ هل للسكن ولا الاستثمار ولا الاتنين مع بعض؟ فلازم نبص على حاجات كتير قوي مهمة جدا علشان تعرف تعيش مرتاح. منهم وأساسياتهم الموقع والمساحة والمكان ومستوى المنطقة ونوع المبنى، اتجاه الوحدة قبلي ولا بحري، في الدور الكام، عرض الشارع قد ايه، في جراج بقى ولا مفيش. وعمرك ما تنسى بقى، عمرك ما تنسى نوع الجار، أليف بقى ولا بيعض، لأن ده أكتر واحد بيأثر على عملية البيع والشراء حتى لو كنت هتأجر. الموقع والبيئة ليهم تأثير كبير جدا على العقارات الاستثمارية، لأن اختيار مكان السكن بيكون ليه تدخل بقى في حاجات كتيرة جدا في حياتنا وفي حياة أطفالنا، من ناحية التعليم والصحة وراحة البال وهدوء الأعصاب. اختيار المكان، تحديد مكان الشقة ده بقى اللي بتحلم بيه، من أهم الحاجات اللي بتساعدك على اختيار شقتك المستقبلية، لأن اختيار المنطقة بيسهل عليك بقى، هيسهل عليك بعدين ترتب أولوياتك، وكمان بتكون عارف أنت عايز إيه، هتلاقيه فين، وبسهولة تامة. فلازم بقى نعرف شوية حاجات ليها تأثير كبير قبل ما نشتري. أولهم السعر والمساحة المطلوبة. فمعظمنا عايز مساحة كبيرة بسعر قليل، وده أكيد هيأثر طبعا على الموقع ومكان الشقة. لازم تكون الشقة اللي بتدور عليها قريبة من كل الخدمات اللي دايما بنحتاجها الأساسية، زي المستشفيات والمدارس، مطاعم، كافيهات، حدائق ومولات بقى تجارية، لأن الحاجات دي بتوفر عليك بكرة وبعده وعلى أسرتك قرف وزحمة المواصلات. فكر كويس وانت بتختار العقار المناسب ليك ويكون مناسب للسوق، حتى لو كنت هتشتريه بهدف السكن. من أهم كمان مميزات الشقة إنها تكون على شارع رئيسي. في ناس ممكن ما تحبش ده على أساس الدوشة والزحمة، ولكن بشكل عام الشقة اللي على الشارع الرئيسي تعتبر ميزة. أما الشقة بقى اللي بتطل على المنور أو بتكون ما بين شقتين، فدي بيكون سعرها أقل من الشقة الطبيعي اللي على الشارع، لأن هي مفيش هوا تقريبا ولا شمس هتعيشك في حالة بقى من الضيق، لأن كل منافذ الهواء في الشقة بتكون محاطة يا إما بشقق أو على المنور. الشقة بقى اللي في الدور الأرضي دي ليها مميزات كتيرة، خصوصا بقى لكبار السن والمرضى، بتكون قريبة برضه لضيوفك لو عندك ضيوف، علشان لو في لو مفيش أسانسير لا قدر الله بقى، لو متعطل بأي سبب كهرباء أو غيره. لكن برضه ليها مشاكل كتيرة زي وجود حشرات، أصوات غريبة بقى اللي بنسمعها، التراب اللي ما تعرفوش جاي منين، وهتعيش كأنك للأسف في الشارع. نروح بقى للإمكانيات المادية، هي اللي بتحدد مكان الشقة اللي أنت هتشتريها. فمن خلال تحديدك لإمكانياتك تقدر تحدد السعر المناسب، وساعتها هتعرف المكان اللي هيناسب قدراتك، لأن السعر هو اللي بيحدد نوع ومساحة ومكان أي شقة هتشتريها. الشقة بقى اللي في الأدوار العليا دي تعتبر مميزة شوية، لأنك هتبعد شوية عن الضوضاء، وفي نفس الوقت هتبعد عن مشاكل الشقة اللي بتكون في الأدوار الأرضية زي ما قلنا. بس ده لو ما كانش عندك فوبيا من الأماكن المرتفعة،
طبعا كمان هتواجهك مشكله الاسانسير لو لا قدر الله تعطل، وساعتها بقى هتشوف حد يطلعك. ده حتى اصحاب العمارات على فكره بيميلوا ان هم يبيعوا الادوار العاليه في الاول عشان يخلصوا منها، وبعد كده بيبدا يبيع بالادوار الباقيه بسعر اعلى من الادوار اللي اتباعت فوق، لانه بالاعتماد على اسعارها، اسعار العقارات اللي فوق، او اسف الشقق اللي في الادوار العاليه، هيبدا يزود تحت بالشكل اللي يرضيه واللي هو عايزه. وصلتنا مجموعة أسئلة على الفيسبوك حوالين اختيار الموقع المناسب للسكن، من ضمنهم سؤال من سعيد محمد بيقول: أنا بدور على شقة أو فيلا للإيجار، ممكن معلومات ونصايح تفيدني؟ إحنا زي ما إحنا قلنا، سواء بحثك عن الشقة ده بهدف السكن أو الإيجار، الفكرة في الشقة دي يكون متوفر جنبها إيه؟ لازم تكون المرافق الأساسية مية ونور وكهرباء تكون سليمة وبشكل منتظم، ما يكونش في مكان مخالف، لان معظم الاماكن المخالفه بتواجه مشاكل في المرافق دي. تكون في مواصلات سريعه وعاديه جدا زي التاكسي او الميكروباص او ايا كان، الحاجات دي كلها تكون متوفره بسعر التعريفه العاديه بدون ما تتكلف، لان المشكله في المواصلات في وقت حاجتها هتدفع ارقام، ومش بس الارقام، المهم انك تلاقيها وقت ما تحتاجها. مستشفيات، مراحل تعليم، خصوصا لو عندك اطفال، ولو ما كانش عندك النهارده بكره هتحتاج بكره وبعده عشان ما تتنقلش، سواء من بدايه من التمهيدي لحد كمان الجامعات. فكل ما كان المكان متوفر جنبه وسائل بقى، سواء ترفيه حتى لو حبيت تخرج، كل المرافق العامه اللي احنا اتكلمنا عليها، وكمان يكون في مصانع عشان لو كان في شغل ولا حاجه، كل الحاجات دي هتوفر لك في القيمه الايجاريه، لان انت القيمه الايجاريه احنا ما بنحسبهاش بالقيمه الايجاريه اللي هياخدها المالك منك بس، لا ده انت هتضيف عليها بقى المواصلات. يعني انا مش هتفيدني في حاجه لو انا كنت رايح لشقه ايجارها 500 جنيه وانا شايفها رخيصه، بس عشان اروح لها ادفع لها 1000 ونص، لا انا اروح لشقه ب 1000 ونص اصلا بس جنبها كل الخدمات، لان مش المشكله في الخدمه بس، المشكله في وقت وصولك للخدمه وحصولك عليها. محمود عبد الله بيقول: ازاي اتجنب الوقوع في الاخطاء عند عرض المنزل للبيع؟ قبل ما تعرض شقتك للبيع او عقارك للبيع او ايا كان نوع العقار، انت لازم تعرف بس هو اصلا يجيب كام، يعني سعره النهارده في السوق كام. وده سهل جدا دلوقتي في مواقع البحث، الموضوع سهل جدا، تقدر تكتب نوع عقارك وتكتب للبيع في الشارع كذا، يعني ممكن تكتب للبيع شقه في الهرم، خلاص انت بمساحه كذا عرفت متوسط الاسعار رايحه فين وجايه منين. لو ما عندكش الامكانيه دي، انت ممكن برضو تستعين بوسطاء خبره وثقه، والثقه هنا اهم من الخبره، لان احنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان المطلوب في الوسيط انه يكون ثقه ويكون عدل ما بين الطرفين، ولا يبخس في ثمن شقه ولا يرفع لك ثمنها. في الغالب لو رفع لك ثمنها انت اصلا مش هتبيعها، ولا هو هيشتغل ولا انت بعت. يبقى نروح لاهل الخبره اللي يقدروا يقيموا لنا شقتنا بكام ونعرضها عنده، وبناء على السعر او بناء على سعر السوق انت هتعرف اذا كنت اصلا هتبيع ولا مش هتبيع. كمال محمود بيقول: ممكن حضرتك تقول لي ليه ما جاليش ولا اتصال بعد ما عرضت شقتي للبيع؟ اكيد في مشكله في عرضك اصلا للبيع بدون شك. ممكن يكون السعر عالي، ممكن تكون البيانات مغلوطه، البيانات مش كامله. الناس بتحب تقرا حاليا سواء ايا كانت نوع السلعه ايه، ومنها طبعا العقار اللي هي شقه او ارض، محتاجه تعرف كل التفاصيل، لان انت في غيرك 20 واحد عارضين نفس تفاصيلك، فتيجي تعرض، المفروض تعرض الشقه، تعرض نوع العقار ايه، شقه مساحتها قد ايه، نوع تشطيبها قد ايه، وقت بنايه العقار اللي هي موجوده فيه قد ايه، تقسيمتها كام لو كانت ارض، يعني ما تقوليش 300 متر بس، انت تقول لي 300 متر بس واجهتها كذا في كذا، هل هي ناصيه؟ المهم انك تكتب كل التفاصيل، كل التفاصيل، لانه في الغالب مش بس هو ممكن يقرا ويكسل اصلا يتصل بيك لعدم وجود بيانات كامله للعقار، لان في غيرك زي ما احنا قلنا عارضين باحترافيه اكتر، فهو بيستسهل للبيانات المطلوبه اكتر او للبيانات الواضحه اكتر وبيروح يشتريها. فانت المفروض تفصل بيانات عقارك بالكامل وتعرضها، وبناء عليه ان شاء الله يجي لك اتصال.
باسم طه بيقول هل ارتفاع سعر الدولار ليه تأثير على العقارات وده هيكون بارتفاع أسعار العقارات ولا انخفاضها؟ الحقيقة هو أولا مش هنقول ارتفاع سعر الدولار، هو للأسف انخفاض قيمة الجنيه. سعر الدولار ثابت بالنسبه للعملات الثانيه، المشكله في الجنيه بتاعنا احنا هو اللي بينخفض، ولكن احنا كده كده بنشتري بالدولار طبعا. كل الحاجات كل الصناعات بدون استثناء داخل فيها الدولار، ومنها طبعا العقارات اللي هي مواد البناء بالكامل تقريبا بيدخل فيها الدولار. اي نعم في جزء منها مصري، ولكن في معظم حتى لو كان بس مجرد النقل في كتير من الحديد من المواد الخام بتاعت الحديد بتبقى بالدولار، فطبيعي طبعا هترفع اسعار العقارات. ومش بس اسعار العقارات، معظم اسعار السلع حاليا ارتفع، وللاسف هتلاقي معظم التاني لسه ما سمعش، لان دايره العقارات مش زي اي دايره تانيه. يعني الدايره بتاعت العقارات بتاخد وقت عشان تسمع سعرها. لو انا زاد عليا مواد البناء النهارده فهيسمع ده بعد 6 شهور، لان انا لسه ما خلصتش مبنى، فهلاقي في الاخر المبنى وصل عليا بدل ما كنت حاطط له مبلغ 10 جنيه وصل عليا ب 20 جنيه، فبالتالي هترتفع اسعار العقارات. انا بتوقع ارتفاع اسعار العقارات بنسبه من 25 ل 30% في خلال شهر او 2 بالكثير، لان هي بدات تسمع بالفعل في اسعار الحديد. اسعار الحديد النهارده اللي كان متوسطها 5000 جنيه من خلال شهرين فاتوا، النهارده داخل وقرب من ال 10000 جنيه. بنتكلم في ماده خام واحده بس زادت ما يقارب من 80% ل 100% بس في اسعار العقارات، في اسعار خاماتها بس. قيس على كده الاسمنت، قيس على كده مصنعيات العمال نفسها اللي كان بياخد 100 جنيه دلوقتي بياخد 150. فكل ده في الاخر هيسمع في نهايه تكلفه المبنى اللي في الاخر هتتحمله حضرتك وانا كمشترين. محمد سامي بيقول انا لسه داخل مجال العقارات قريب، فازاي اكون وسيط عقاري ناجح؟ احنا دايما بنقول ان الوساطه مهمه جدا، والوساطه زيها زي اي مهنه محتاجه الامانه. الامانه هنا مش بس في ان انت ما تبخسش ثمن شقه حد، ولا تعلي سقف سعر حد تسمعه رقم وفي الاخر هو ما يبيعش، ولا انت اشتريت ولا هو باع ولا غيرك اشترى اصلا ولا انت اشتغلت. الفكره في الامانه في الوساطه من اسمها، انت تكون وسيط ما بين البائع وما بين المشتري، حتى لو كنت جاي من طرف واحد فيهم بس. مش معنى ان انا المالك هو اللي اتصل بيا فانا ابقى رايح ناحيه المالك على حساب المشتري. انت كده ما بقتش وسيط، انت كده بقيت وكيل. الوساطه انك تكون وسيط ما بين حد ناقل للمعلومه بطريقه مظبوطه، يكون عندك خبره. لو ما عندكش خبره تسعى انك يكون عندك خبره، تتدرب في مكاتب، تتدرب عن طريق حد خبره قبل كده، تلف في الشوارع الاول، يكون عندك داتا عن اسعار العقارات اصلا في الشارع عامل ازاي. مش مجرد ان واحد وثق فيك وهو عارفك عشان انت صاحبه او اخوه وقال لك انا عايز ابيع الشقه دي، فانت تروح تقول له هي ب 200000 وهي ما تسواش 150000، ويروح يشيلها المشتري اللي هو برضه واثق فيك. في الاخر انت رفعت سعر السوق لمجرد انك مش فاهم بس مش اكتر، في حين ان انت اصلا كده كده انت هنا ليك كوميشن وانت هنا ليك كوميشن، او ليك عموله وهنا ليك عموله. فانت مش مستفيد اي حاجه في انك ترفع سعر العقار غير انك مش هتشتغل، يا اما هتاثر على بقيه العقارات بالسلب. فيهمنا هنا بعيدا عن الخبره طبعا زيها زي اي وظيفه، هي الامانه وتبقى فعلا وسيط. هنكتفي بالاسئله دي النهارده، ولو عندكم اي اسئله تانية تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك وهنرد عليكم ان شاء الله. ضروري جدا اننا نتاكد من الاماكن اللي بيدخل ويخرج منها الهواء، لان دي من الحاجات الاساسيه في اختيار الشقه. هل هي قبلي ولا بحري، وصحيه اصلا ولا لا، وتتاكد كمان ان ضوء الشمس بيدخل في الشقه. ويعني فيما معناه ان تزورها مره صبح ومره بالليل، تشوفها في كل اوقاتها، لان في الغالب الابراج العاليه في الشوارع الواحده في الشارع الواحد ممكن ما بيدخلهاش اصلا ضوء، خصوصا لو كان ارتفاع الشارع ضيق، لو كان العقار مخالف. وده بيأثر طبعا على اطفال الرضع مع مرور الوقت، وعلى كبار السن بيودي هشاشه بقى في العظام وخلافه، لان عامل التهويه ده مهم جدا في اختيار الوحده. وكمان الوحدات الخلفيه ما بتكونش اصلا مرغوبه في الغالب دايما في الشراء والبيع، الا لو كانت على شوارع كبيره بقى او حدائق تسمح بدخول الشمس والهواء وخلافه. عرض الشارع بيأثر على قرار الشراء، الواجهه برضه بتأثر بشكل كبير على فكره الشراء.
فلما بيكون الشارع عريض بيسمح طبعا بدخول هواء زي ما قلنا وشمس، بتكون سعر الوحده عالي لان الشارع هيبقى اصلا تجاري، اكبر طبعا من اللي زيها في شارع ضيق اللي ما بتسمحش لا دخول شمس ولا هواء ولا بيكون في خدمات في الشارع. واخيرا لازم في التأني في الشراء والوصول للنتيجة المطلوبة من الشراء، إذا كان سواء كان سكن أو كان استثمار أو غرض أو بغرض الادخار أو أي أغراض أخرى، المهم التأني.